زوج ابنته. هو اصلا كان في تقرير حتى معمول انه من هو سائق اتفاقية القرن، على فكرة انه زوج ايفانيكا ترامب هو يعني تحوم الشبهات حوله في كل القرارات الهوجائية للرئيس ترامب اللي هي غير مدروسة وغير مفهومة تجاه الشرق الاوسط. طب لو هنقول هيرجع فيه، لو هنقول سينجر كان من ضمن الاسباب، هو مش هيقدر يتحمل المستشار الخاص هو رفضنا مقابلته في مصر. هل ينفع ان انا اتخذ قرار مصيري للمنطقة كالشرق الاوسط واكون من ضمن اسباب هذا القرار، يعني من ضمن اسباب احتمالية وقوع حرب عالمية ثالثة واجي اتخذ هذا القرار؟ على فكرة والرئيس ترامب بياخد القرار ده ما كانش فاكر ان الاتحاد الاوروبي مش هيكون جنبه. يعني اي قرار بتاخده امريكا بتبقى واثقه ان دايما بتبقى مدعومه بدول الاتحاد الاوروبي والدول المحيطه، وان زي ما تقول كده ان العرب دول جزر منفصله احنا مش متجهين ليها، وان اهم حاجه يعني هو خد القرار ده